هي الفكره بتجيلك الاول ازاي؟ ان انت بتجمع 3 جنيه في 4 جنيه في 5 جنيه، هوب اتفضل يا ريس اجره، تمام. فانت بقى بتروح مجمع له ال 14 كرسي في كذا، هوب ضربت مبلغ كذا، يا نهار ابيض، ورايح جاي شوف بيعمل كام دور في اليوم بتاع، اوبا ده بيروح بغلافات مؤلفه في البيت. دي وجهه نظرك، وبناء عليها بتروح، يبقى طموحك ان انت تجيب الحاجه دي، طموحك ان انت تجمع فلوس عشان تعمل المصلحه دي، وعارف انت هتلم كام وتعمل كام. انا بس عايز اوصل الناس اللي هي بتفكر تجيب مشاريع او ميكروباصات، على حسب بقى انت ساكن فين، ركز في الفيديو ده. يعني الكلام ده واقعي، انا بكلمك وانا جوه الموضوع، مش وانا بتكلم وانا بره، لا. طبعا انا لو قلت لك ان 3/4 اصحاب الميكروباصات شريحتين، ما بين ان هم ما بيكسبوش خالص او مكسب لا يتناسب خالص مع الموضوع كمجازفه وراس مال وبتاع، ممكن ما تصدقش، فعلا ممكن ما تصدقش، دي براحتك، بس انا هشرحها لك بشكل منطقي عشان تفهم. والله الناس اللي هم معاهم عربيات فعلا هيقولوا فعلا احنا، وهتلاقيهم بيعيطوا دلوقتي. هي الفكره كلها ان الناس دي انت اي حد هيقول لك انا بخسر، هتقول له اعمل ايه؟ سيب المصلحه يا عم، اللي بيخسر يقفل، اللي بيخسر يبيع. هي الفكره كلها دلوقتي ان اللي بيخسر مش عارف هيعمل ايه. والله لو في رؤيه واضحه للناس ان اللي معاه مصلحه خسرانه هيبيعها ويعمل ايه، للناس كلها هتجرب وهتبيع. بس هي الفكره ما فيش حد عنده رؤيه نهائيا لاي مصلحه كويسه واي مصلحه شغاله او حاجه هو جربها، وفي ناس بيبقى طول عمرها في الموضوع. فدلوقتي بيقول لك ايه، احنا شفنا الحلو فاحنا بنستحمل المر دلوقتي لعل وعسى الدنيا ترجع، فكل الناس قاعده تهبط نفسيها. ففي ناس فعلا ماشيه بمبدا دلوقتي انا يعني بهبط نفسي، ويعني بيعصر على نفسه ليمونه لعل وعسى الدنيا تنصلح، يعني لعل وعسى الدنيا تمشي بعد كده. هي دي وجهه النظر. بس فعلا اللي معاهم عربيات حاليا دلوقتي بيعانوا تماما، واللي مركب سواقين ده الله يرحمه. يعني بص ده الله يرحمه. اول حاجه السواقين دولت فوق راس، خلي بالك، وانا بحترمهم جدا يعني، بس خلينا نتكلم بمنطلق واحد صاحب مال. صاحب مال دوت ان هو ده اللي بيجازف بماله، دي حاجه. تاني حاجه حاطط الفلوس ديت في مصلحه اصلا هي مجازفه في حد ذاتها. هي عربيه ماشيه في الشارع دي مع ناس راكباها، دي مش حاجه سهله. ده كل واحد راكب عربيه دلوقتي صاحب العربيه قلبه بيطلع براها كل شويه. يعني صاحب المال ده قلبه بيقف كل شويه مع اي تليفون، ده بيجي له سكته قلبيه. عشان تفهم بس، عشان صاحب المال دوت لو تعبان وشقيان فيه، لا الشعور ده جاي له تماما. انا بكلمك وانا جوه الموضوع مش بره الموضوع، عشان بس تبقى رؤيتك واضحه، عشان تبقى رؤيتك واضحه، ما تاخدش كلام من حد مش جوه الموضوع. وانتوا للاسف لما بتيجوا تاخدوا كلام من حد جوه الموضوع، لما بيقول لكم كلام بتفتكروا ان هو بيغزي العين، او فعلا لا هو مش عايز يقول الحقيقه. لا والله هو واقع مأساوي فعلا. اصحاب المشاريع او العربيات الاجره فعلا دلوقتي الله يكون في عونهم. اول حاجه قيمه العربيه نفسها غاليه مش رخيصه. قيمه راس المال اللي محطوط في العربيه كتير، وقيمه النمر اللي محطوطه بتعادل يا قيمه العربيه يا اما في بعض الاوقات اغلى من العربيه، ممكن تبقى اغلى من العربيه مراحل يعني. فالموضوع نفسه اذا كان جديد او استعمال، راس المال بتاعه كبير، وطالما راس المال كبير لازم انا احط هامش ربح بسيط كده، ده يطلع لي وانا قاعد اصلا نايم ما بعملش حاجه، المفروض يطلع لي ربح. كنفترض مثلا، كنفترض لو انا معايا مثلا نص مليون، مش هكبر في المبلغ خالص، معايا نص مليون، اقل حاجه مثلا لما اجي احطها في اي مصلحه هيطلع لي هامش ربح يا 10 يا 15% وانا قاعد ما بعملش اي حاجه. فعلى الاقل هيطلع لك 6 7000 جنيه كل شهر وانت نايم. دي المفروض، ده المفروض. فما بالك بقى لو انت شغال، ولو انت شغال بنفسك، ولو انت مشغل، ولو انت حاطط الفلوس دي في مصلحه اصلا مجازفه عشان تكسب اكتر، المفروض راس المال يزيد والربح يزيد. لا هي للاسف الدنيا ماشيه بقى بالعكس في الموضوع ده. الناس اللي حتى الركاب معذور، الاجره غاليه على الناس، بس خلي بالك هو اللي بيلم الاجره هو اصلا بيتضايق وهو بيلمها، هو عشان الاجره اللي بيلمها لا تتناسب مع قيمه اللي بيعمله دلوقتي.
من صيانات، من يوميات، من وقفه عربيه، لمرضيات، من مشاكل كتيره، لان العربيه والله العظيم ولا هي بنزين ولا جاز ولا غاز، بس ده منطق لازم تفهموه. العربيه كلاكيع ياما كده جوه بعضيها، اولهم اللي هو بيبان في نظرك اللي هو الجاز، بس ده اللي بيبان قصاد عينك. الجاز غلا، الاجره غليت، بس يا جدعان الجاز حتى لو ما غلاش ده هي النصيبه السوداء ان كل حاجه بتغلى حواليه، وكل حاجه دي يا بتتعمل بشكل دوري وممكن في بعض الاحيان بشكل يومي. يعني غسيل العربيه ده لو مش بشكل دوري يا عم يعني يومين، كل يومين هيعملهم، وفي ناس كل يوم. انت بتدخل صباح الخير يا مغسله دي 70 80 جنيه اقل واجب، دي نقطه. الكاوتش بتاع العربيه اللي احنا كنا بنغير الاربع فرد كلهم، اربع فرد كلهم ونرصص ونعمل، كنا بنعملهم ب 3000 جنيه. دلوقتي الاربع فرد بنتكلم في شريحه من 20000 وطالع، من 20000 وطالع. والمفترض ان الدوره مثلا بتاعت الكاوتش لوحده الاربع فرد تبقى من 6 شهور ل7 شهور، يعني عشان ده حاجه متحركه، ده المفروض. لا، فانت لما بتلاقي صاحب عربيه ماشي بالعربيه لحد ما الكاوتش يفرقع منه ولا يضرب سلك او حاجه، فانت بتقول مهمل او مش حافظ على حاجه، والله من غصب عنه، هو معهوش فلوس يجيب. يعني هي النصيبه السوداء ان هو نفسه يعمل ونفسه يلتزم بالصيانات، بس هو بيجي في وقت بيلاقي ان راس المال فين؟ مفيش. الحاجات اللي بقت بتطلب بقت غاليه جدا، بقت لا تتناسب مع القيمه اللي هو قاعد يلمها، اللي انت فكره ان هو بيروح مليونير. لا، في حاجات مش واخد بالك. ده لو العربيه دخلت في عمره تبقى كارثه، تبقى نصيبه سود. ولو العربيه غيرت مكنه يا نهار اسود، ده ممكن يجي له سكته قلبيه. بامانه الموضوع بقى كبير جدا. ده هو صباح الخير كده بيروح يزود 4 فرد، ممكن 5 جنيه 10 جنيه طارق كده بدايه، ده حاجه بدائيه. دخل يفول شوف في كام، دي حاجه تانية. قصه كده في الكهرباء شوف في كام، مش عارف يعمل ايه كام، يشحم الباب بتاعه بكام، بطاريه بكام، دنيا بكام، مكنه بكام، قصه. المواضيع كتير كتير كتير. دي مصاريف، انا بكلمك مصاريف دوريه ومصاريف يوميه ومصاريف سنويه، ده غير التجديد وغير الترخيص وغير الضرايب، غير المجازفه، غير لو حاجه حصلت في العربيه، غير الخبطه، غير العطلات، غير يا جدعان المواضيع كلاكيع ياما كده. لما تيجي تحسبها صدقني في اصحاب عربيات ياما حاليا هم بيخسروا فعليا، وهم على امل ان هي الدنيا تتصلح، على امل ان شاء الله الدنيا هترخص، ان شاء الله هتتظبط. احنا كسبنا عايزين يعني نلم الدنيا على امل ان الدنيا تتغير، بس هو الواقع صعب. تاخد بقى بالاضافه ان لما بيجي ناس تانية تدخل على الموضوع وكمان تاخد منه حصه من الشغل اللي ماشي. يعني الناس دلوقتي بقت تتجه للنقل التاني عشان ارخص شويه، على اساس ان اصحاب العربيات ديت مساعير ومش عارف ايه وجشعين والكلام من ده. بتزعلوا انتوا من تقسيم السكه والكلام من ده، ماشي عندك حق نقطه او عندك حق. من الناحيه التانيه انت بتبدا تتجه للاتوبيسات الكبيره او القطوره او المترو او اي وسيله تانيه تبقى ارخص شويه. طبعا النقل الجماعي لازم يبقى ارخص من النقل اللي هو اقل، يعني كل ما العربيه بتكبر كل ما الاجره لازم تبقى اقل، لان هو بيعوض ده بفرق العدد. صاحب المشروع دلوقتي اصبحت الظروف كلها دلوقتي ضده مش معاه، لان هو دلوقتي السواق اللي راكب ليه يوميه هياخدها بياخدها، بيدخل اشتغل فول ياخد يوميته، الباقي صاحب العربيه. نسيبها السوداء بقى ان السواق اللي راكب، طبعا دول فوق راسي كلهم، بس انا بتكلم في منطق شغل. السواق ما يعرفش ان هو في النهايه هو مروح البيت اكتر من صاحب العربيه نفسه. السواق بيجي في دماغه ان ده انا بعمل كذا وبدي صاحب العربيه كذا، والسواق التاني انا باخد كذا وصاحب العربيه باخد كذا، فبيجمعوهم مع بعض يقول لك هوبا ده صاحب العربيه واخد قد كذا. هو السواق لو ما بيحضرش مع صاحب العربيه مصاريفه تبقى نصيبه كمان سودة بزياده، لان السواق بعد كده بيفضل يفكر وبيفضل بقى يجمع ويبيع الوليه الذهبتين اللي حيلتها اوب، ويروح يدخل في عربيه قصد بقى كاش ايا يكن اوب، اول ما يجيبها اوب يقول يا نهار ابيض هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده. لما يتفاجئ بالمسؤوليه، لما يتفاجئ براس المال اللي حاطه في مكان مش تمام، لما يتفاجئ بحاجات كتيره كده بتحصل، هيقول فعلا هو يعني ظلم نفسه. يا جدعان اللي يشوف اللي داخل لازم يشوف اللي خارج،
في اي مشروع، مش شرط العربيات، لازم تشوف الاتنين عشان تعرف تقيم العلاقة صح. حالة التضخم اللي احنا فيها زودت الاسعار من 4 ل5، ومش عايز اقول لك ممكن في حالات تانية اكتر، فده ضيع اكتر من 3/4 المكسب في كلام احنا كلنا مش مسؤولين عنه. فالاجرة زمان لو كانت بجنيه مصاريفها نص جنيه، فاصبح في نص جنيه مكسب. دلوقتي لما الاجرة تبقى جنيه ومصاريفها 90 قرش، دي يركز في الجملة دي، محدش يبص للاجره اليامه، ولا حد يبص ولا يجمع ولا يضرب. لا يا باشا، انزل اشتغل على عربيه ناس، وشوف صاحب العربيه بيعمل ايه، وشوف الدنيا حواليه الاول قبل ما تفكر تدخل في الموضوع. الناس تعاني، الناس تعاني، اصحاب المشاريع تعاني، اصحاب العربيات تعاني. اسلم حل بقى، اسلم حل اللي هم دلوقتي ممكن يعملوه، او المفترض اجباري لازم يعملوه، لان هم دلوقتي خايفين. انا خايف ابيع عشان مش عارف اعمل مصلحه تانية. وركز، يعملوا ايه بقى؟ يروحوا هم نازلين على الحاجه بتاعتهم شغالين، لو ما عندوش شغل تاني بيروح نازل على مصلحته او شغلته ومنزل معاه حد تاني عشان يحاول يوزن العمليه شويه شويه، مش كتير. صح اللي انا هقولها لك؟ خلي بالك، محدش يروح يجيب عربيات اجره بالتقسيط نهائي نهائي، لان اغلبيه العربيات اللي بتبقى بتقسيط مش بتبقى تبع بنك، بتبقى تبع معارض، وتبع المعارض نظام القسط بتاعهم كبير عالي، وهتخسر وهتندم وهترجع العربيه بخساره وهتتأذى. ركز فيها. اذا الدنيا قفلت معاك وفكرت في المشروع، اعرف بس اللي انا بقوله لك ده وقيمه كويس قبل ما تدخل في الموضوع. ولو الموضوع خلاص اتقفل ومفيش غير المصلحه دي، هات حاجه سعرها معقول، مش زيرو ولا الكلام الفاضي ده. هات حاجه سعرها معقول وانت اللي تركبها، لان اي غير كده خساره فادحه. راس مالك هيتبهدل في الشارع حرفيا وانت هتخسر. انا بكلمك كلام من واقع انا عشته. موضوع زمان كان فعلا مربح وكويس، الاوضاع دلوقتي اختلفت تماما. الحاجه دلوقتي مش بتتقيم على الاجره اللي انت بتاخدها من الناس، الحاجه بتتقيم على قد المصاريف اللي انت بتدفعها، وبتشوف ربحك نقص مصاريفك بيساوي كذا. واعمل حسابك اللي انت داخل بحاجتين، براس مال وبمجهود. يعني العربيه دي لو انت هتشتغل عليها، اعمل حسابك ان راس المال لازم يشتغل ويجيب لك فلوس، وانت كسواق لازم تطلع لنفسك يوميا فلوس. فلو عرفت تطلع الاتنين دولت ربنا ييسر الحال، بس ما تسلمش دقنك لحد لانك مش هتلاقيها. دلوقتي كل واحد يحافظ على حاجته. سلام.